السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة من حلقاتنا نتكلم في الكورة مع عبد الرحمن. ما طلعناش كده مع ماتش مصر وجيبوتي، ما طلعناش اتكلمنا لأن بصراحة الماتش ما كانش فيه حاجة تتكلم فيها. القايمة ما كانش فيها حاجة جديدة يعني من اللي احنا بنتكلم فيه، وإن في لعيبة لازم تخش معسكر المنتخب الأول، وإن في لعيبة في المنتخب التاني أحق إن هم يبقوا في المنتخب الأول والعكس. ما طلعناش نتكلم في كل ده، ولا احنا مهما اتكلمنا خلاص هي عقيدة ثابتة عند حسام حسن. ومبروك مبروك طبعا لمنتخب مصر الصعود لكأس عالم 2026 أمريكا وكندا تقريبا والمكسيك. ولكن اللي الناس مش واخدة بالها منها إن دي تقريبا أسهل تصفيات جت للمنتخب. أنا مش بقلل من حجم المجهود اللي بذل من حسام حسن، ولكن المنتخبات اللي كانت معاك قليلة جدا مقارنة بالتصفيات اللي قبل كده. يعني انت كان معاك مثلا مين؟ انت كان معاك الاثيوبيا، جيبوتي، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، يعني منتخبات تصنيف ثالث ورابع، يعني فاهمني، مش منتخبات تصنيف اول. فمبروك مبروك للمنتخب الصعود طبعا، وان شاء الله باذن الله يعني يكملوا ويعملوا نتائج كويسه طبعا، وان شاء الله باذن الله افريقيا الجايه نقدر ان احنا نبان فيها بشكل كويس. ولو اني خايف جدا جدا من افريقيا الجايه، وخايف من شكل المنتخب في بطوله افريقيا الجايه، بس ان شاء الله يعني من هنا لبطوله افريقيا حسام حسن يتدارك، يطلع يعمل معايشات مع المنتخبات مع انديه. مش عيب على فكره انت تطلع تعمل معايشه، بل بالعكس، انت لو عندك مشاكل عندك اخطاء انت بتقدر ان انت تكشف اخطائك دي وتصلحها يعني. ولكن في الحقيقه انا جاي النهارده اتكلم معاكم في حاجه، في موضوع بقالنا كتير قوي، بقالنا قرابة الشهرين او 3 شهور بنتكلم فيه، والاعلام بيتناوله بشكل سريع جدا، الا وهو ان الزمالك بيعلن افلاسه. الزمالك هيقفل، الزمالك النادي هيتباع، دوروا على مستثمر اجنبي، الزمالك. اولا يعني خليني بس كده هتكلم معاك في منطلق سريع جدا. احنا يعني مفيش حاجه اسمها الزمالك يعلن افلاسه، يعني في نقطه اسمها ان الزمالك عنده ازمه ماليه كبيره في الفريق او في النادي. ده بسبب ايه؟ ليها اسباب، اولها سحب ارض اكتوبر، واللي ان شاء الله بنسبه كبيره ارض اكتوبر هترجع يعني. بس فكره ان الزمالك يفلس والزمالك يقفل والنادي الزمالك، مفيش حاجه اسمها كده يا جدعان، يعني مفيش حاجه اسمها النادي هيقفل، مفيش حاجه اسمها ان الزمالك اعلن افلاسه، مفيش حاجه اسمها كده. الزمالك عدى عليه اوقات اصعب من دي ورجع، ورجع اقوى من الاول. يعني خلي بالك برضو، احذر الراجل اللي بيرجع من الموت. يعني دايما كده بيقول لك في الافلام والمسلسلات احذروا الراجل اللي عاد من الموت. ليه؟ لان هو مبقاش شايف حد. وانا مش بقول حاجه، بس الازمه اللي فيها الزمالك حاليا هي هتعدي النهارده بكره بعده بعد 3 شهور بعد مده معينه ما هتعدي. الفكره كلها في حاجه، الفكره كلها مين اللي وقف معاك وكان بيدعمك وكان مؤمن ان هي فتره وهتعدي، ومين اللي سابك وهي المركب بتغرق فقرر ان هو ينط. هي دي الفكره. الزمالك كده كده باقي، جمهور الزمالك كده كده باقي، كل ما له علاقه بالزمالك خارج عن اللعيبه وخارج عن مجالس الاداره هو باقي. اللعيب ما هو الا موظف بيجي كل اول شهر عايز مرتبه عشان يكمل شغل، لكن الجمهور هو الحاله الوحيده الثابته. مفيش حاجه اسمها الزمالك هيعلن افلاسه، مفيش حاجه اسمها كده. في يعني تعال بس نحط كده لاين كبير قوي، ازمه ماليه في نادي الزمالك، ولكن مفيش حاجه اسمها الزمالك يعلن افلاسه، الزمالك هيقفل. اللعيبه من حقها على فكره ان هي تشتكي. انا مع اللعيبه في شكواها على فكره، انا مع اللعيبه جدا في شكواها، ده حقه. اللعيب ملوش لازمه او ملوش دعوه، معلش. هو اللعيب ده انت لما بتيجي يخسر، لو انت حاطط له لوائح لما بيجي يخسر بطوله ولا حاجه انت بتخصم منه، في حين لما هو بيجي يطالب بالحق بتثور عليه وبتثور عليه والكلام ده كله. وعلى ذكر بقى الكلام ده، يعني خليني كده اقول لك حاجه، يعني موقف شخصي. يعني انا كنت شغال في شركه بدون داعي ذكر اسمها، تمام؟ الشركه دي كانت ممكن تقعد شهر، يعني نقبض شهر وبعد كده نستنى شهر نقبض في نص الشهر التاني وهكذا يعني. وكان في تاخير في المرتبات بشكل كبير جدا يعني، تمام، لدرجه ان في موظفين كتير قوي مشوا، تمام.
في حين ده ان صاحب الشركه او صاحبه الشركه يعني كانت تيجي تطلب من الموظفين شغل كبير قوي. طب انت ما اديتلوش حقه اصلا عشان يشتغل. يعني انت الموظف ده ما اديتلوش حقه عشان هو ينتج، او ما اديتلوش حقه عشان هو ينتج. فبالتالي هينتج ازاي؟ طيب ده اللي بيحصل في الزمالك. يعني الزمالك يا جماعه، شفت خبر لحسين لبيب بيقول لك هو بيجتمع مع فريرة عشان بحث نتائج الفريق. يا حبيبي اديله فلوسه الاول. اديله فلوس يا بابا، وبعد كده اعمل معاه اللي انت عايزه. المدير الفني للزمالك بيقول للعيبه انا معايا فلوس، اللي عايز هديله فلوسه، لما الازمه دي تتحل هقدر ان انا ارجعها لكم. هي اللعيبه هترجعها تاني، ما ينفعش. ازمه نادي الزمالك مش مشكله ارض اكتوبر. ازمه نادي الزمالك ان الجمعيه العموميه وثقت تاني اهو. الجمعيه العموميه وثقت في اشخاص هم غير جديرين بالثقه. بس نقطه من اول السطر بدون دخول في تفاصيل بالمناسبه يعني. وكل واحد في المجلس هو عارف اثر في ايه، عارف. فانت الجمعيه العموميه او الجمهور شايف ان المجلس ده جاي بطريقه وجاي ببلان، والكلام اللي اتقال او البيعه اللي اتباعت بقى، بلاش نقول الكلام اللي اتقال، البيعه اللي اتباعت ايام الانتخابات، ولما جيت على ارض الواقع يا كابتن حسين المركب بتغرق. حضرتك يا كابتن حسين قلت لو المركب فيها خرم هعرف اصلح الخرم. المركب بتغرق يا كابتن حسين. بس الموضوع بسيط اهو، الموضوع ابسط مما انت تتخيله على فكره. فيا كابتن حسين حضرتك انت بنفسك قلت حاسبوني، قلت المركب لو فيها خرم، قلت وقلت وقلت، مفيش اي حاجه من اللي انت قلتها دي تتعمل اصلا. ازمه نادي الزمالك هتتحل، بس الفكره كلها في حاجه، لازم الناس تبقى عارفه مين وقت الازمه كان معاك ومين وقت الازمه سابك. هي دي النقطه المفصليه اللي الناس لازم تبقى عارفاها، سواء لعيبه، سواء مجلس اداره، سواء اي شخص ينتمي لنادي الزمالك. لازم الناس والجمهور تبقى عارفه ان وقت الازمه دي مين اللي كان واقف معاك ومين اللي سابك ومشي، ومين كان بينهش في لحمك. لان بالمناسبه بين قوسين كده اللي بينهشوا في اللحم كتير قوي.